وبما أنك تتحدث عن اللاعبين، وبما أنك تتحدث عن لاعبي المنتخب الوطني، أمامك الصورة الخاصة بتشكيلة المنتخب الوطني في 3 مباريات من كأس أفريقيا. من تتوقع أنه بيتكوفيتش سيستغنى عن خدماته خلال التربص المقبل، خاصة وإن نقول تحضيرية لأنه مباراة ستكون دورة دولية ودية؟ ربما ما هي العناصر التي ستغيب عن التربص المقبل؟ شوف، احنا ننتظر اليوم على كل حال بعد ما أقيل أو المدرب السابق من المفروض كان ننتظر. أنا صراحة ننتظر بعض اللاعبين اللي يتكلموا ويصرحوا ويوقفوا يعني المشاركة نتاعهم في المنتخب الجزائري لأسباب. واحد السبب نتاع السن، واحد السبب ممكن العطاء نتاعو في المنتخب منذ سنة أو سنتين ماهوش في الفورما، ما لازمش يخرج من الباب الضيق يقول أنا خلاص اليوم كرة القدم في المنتخب. على سبيل المثال أنا محرز سي بون، محرز هذا رأيي في السنتين اللي فاتوا ابري لا كوب دافريك نتاع ليجيبت. محرز ما قدمناش في افريقيا. محرز نتاع مانشستر سيتي كنت نقولها عندي سنتين ونقولها في هذا المنبر، محرز عمره لا كان تاع مانشستر سيتي هو نفس محرز نتاع المنتخب الجزائري. والناس انتقدت والناس قالت ولي كومونتير وكذا. ويا اخي ما كاش كذب في الميدان. الفوتبول ما فيش الكذب، لان الحقيقه موجوده داخل المستطيل. فالمستطيل انا شفنا في لاكوت ديفوار تلعب لي ماتش اميكو ودير لي جاست وتعمل كذا. انا ما يهمنيش، انا اللي يهمني هو لما نلحق، باسكو لي ماتش اميكو ولي ماتش دابليكاسيون الهدف نتاعهم هي الوصول الى المباراه الرسميه كوب دافريك كوب دي موند وتكون في المستوى. خاصة انه النتائج كانت ايجابيه في المباراه الوديه. لاعب مثل مبولحي لازم يخرج من الاخر. ممكن لاعب كيما سليماني نفس الشيء، باسكو عندنا قويري، عندنا عموره. لكن كقلب هجوم سعيد كناوي بالنسبه لاسلام سليماني، عندك بغداد بونجاح كقلب هجوم صريح، يعني مهاجم صريح في المنتخب الوطني، تستغنى عنه رغم انه هداف المنتخب الوطني. لا ما تكلمش على بونجاح، نتكلم لا سليماني. سليماني الهداف على كل حال. سليماني اليوم نظن ما يقدرش يكون في 2026 في المستوى اللي ممكن اليوم مازالوا شويه يلعب. انا نقول لك احنا نشوفوا للمستقبل القريب والمستقبل البعيد. 2026 سليماني يكون بالك في 38 39 سنه، ما نظنش راح يكون في المستوى باش يلعب بين كوب دو موند. دونك فو ميو سليماني يحبس اليوم ونحضروا لاعب ممكن 23 24 سنه 25 سنه لا كوب دو موند 2026 ويزيد يلعب له حتى ل 2030. قبل ما نروح اسماعيل قانا، عندك رياض محرز قلت لي لن يكون داخل القائمه الخاصه بتربص المقبل، كذلك رئيس وهاب بن بولحي، سليماني، اسلام سليماني، مش عارف انا الكبار انا اللي في سفيان فيغولي. نعم فيغولي ممكن ماندي. نعم ماندي. هذا اللاعبين الخمس. ماندي عنده 33 سنه نظن ثاني. انا مانيش نشوف لليوم، شوف تصفيات كاس العالم، انا نشوف كاس العالم ونشوف يعني المنتخب الجزائري نتاع المستقبل ولا نتاع اليوم. ممكن نفس اللاعبين يلعبوا مع مدرب جديد، ممكن راح يأدوا احسن بطريقته، ممكن كلام جديد، ممكن طريقه اللعب، استراتيجيه جديده، كوتشينج جديد، ممكن يكونوا في المستوى. ولكن انا اليوم راني نقول لك النظره نتاعي راح تروح ل 2026 باش تكون عنده 2025 ديجا تحدي. وين الجزائر لازم نروحوا ونمروا من الدور الاول ونديروا نتيجه جيده في المغرب. صحيح. هذا تحدي يعني سا ديباس لو كادر سبورتيف. اما في كاس العالم لازم تكون عندنا فريق يعني اللي مثل الجزائر احسن تمثيل ان شاء الله، وهذا ما نتمنى.